وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وصحابته أجمعين. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج لقاء الجمعة. حلقة الليلة حلقة عظيمة، وعظمتها تنبع من المتحدث عنه، وهو ليلة القدر. ليلة القدر التي قال فيها ربنا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فهي تعدل 1000 شهر من باقي الأيام الأخرى. ليلة إذن عظيمة جليلة عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يخلق ويختار من مخلوقاته ما يشاء ويصطفيه. ففي هذه الليلة أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة، فمنهم من قال أنها كل السنة، ومنهم من قال أنها في العشر الأوائل لرمضان، وقيل أنها في أوسط رمضان، وقيل في العشر الأواخر. والذي عليه العمل في بلادنا أنها ليلة 27، فقد ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحر ليلة القدر فليتحرها ليلة 27. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: في ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي ليلة 27. ولكن الراجح والذي عليه أغلب العلماء أنها في العشر الأواخر، وتحديدا في الليالي الوترية، أي 21 والثالث والخامس 27 والتاسع 20 في الليالي الوترية. ولذلك ويصدق هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وفي رواية لأحمد: من كان متحريا ليلة القدر، أو في رواية لأحمد: التمسوها في العشر البواقي في الليالي الوترية منها. التمسوها في العشر البواقي في الليالي الوترية منها. ويبقى هنا السؤال: لماذا هذا الاختلاف في تحديد الليلة؟ لماذا تم إخفاؤها؟ فهناك حكمة لهذا الأمر طبعا. فقد روي أو جاء في الأثر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، والتلاحي هو التنازع والتخاصم والمشاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، ولعل أن يكون ذلك خيرا، التمسوها في 9 و7 و5. إذن ما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ الحكمة والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نجتهد طيلة السنة، أن نجتهد في العبادة طيلة السنة. فلو أخبرنا بليلة القدر لتواكلنا وخمنا طيلة السنة، حتى إذا كانت تلك الليلة اجتهدنا لنحصل الأجر والفضل. والله أعلم. فضل ليلة القدر: ليلة القدر ليلة مباركة بنص القرآن، اختارها الله سبحانه وتعالى
لتنزيل القرآن، ففيها نزل القرآن العظيم. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن ليلة القدر ليلة مباركة بالنص القرآني، وفيها نزل القرآن كما سبق وذكرنا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة طبعا، ثم بعد ذلك تنزل حسب الواقع مجزأ حسب الوقائع والأحداث. من فضائل أو من فضل ليلة القدر كذلك أنها ليلة تغفر فيها الذنوب، فقد ورد في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هي فرصة لتكفير السيئات، لتحصيل المغفرة. ومن هنا أتوجه إلى إخوتي وأحبتي في الله ألا يضيعوا هذه الفرصة، فإن كان ما مضى من رمضان لم نحسن استغلاله، فها هي فرصة أخرى لا زالت بين أيدينا، وهي ليلة القدر. لا زال بين أيدينا فرصة للمغفرة والعتق من النار، فالبدار البدار إخوتي. قلنا أنها ليلة المغفرة، كما أن في هذه الليلة تتنزل الملائكة ويتنزل جبريل عليه السلام، وهذا طبعا الجميع يعلمه كما جاء في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هنا قال العلماء المقصود به هو جبريل. إذا الليلة تشهد نزول الملائكة وجبريل. كذلك هذه الليلة هي ليلة سالمة من الشرور، ليلة سلام حتى مطلع الفجر، كذلك كما جاء في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن هنا وجب أن أنبه إخوتي على بعض الممارسات الخاطئة وبعض الاعتقادات الخاطئة بشأن هذه الليلة. فربنا يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها، وليس الشياطين، تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر، بمعنى كلها أمن وسلام. ومع الأسف هناك اعتقاد سائد خصوصا بالمنطقة عند كثير من الناس على أن ليلة القدر تكون فيها الأرواح الشريرة وتتسلط على الناس، ويجب اتقاء هذه الأرواح بالدخول إلى البيت بعد صلاة المغرب، وكذلك بطلاء القطران إلى بعض الممارسات والمعتقدات الخاطئة، وهذا مخالف لنص القرآن. هي ليلة تتنزل في الملائكة وليس الشياطين، ليلة أمن وسلام وليست خوف وفزع. هذا كان فقط مجرد تنبيه بسيط لأحبتي. وإن كانت هذه الممارسة بفضل الله قد انقرضت أو قلت. ومن فضائل هذه الليلة أيضا أن العبادة فيها تعدل عبادة 84 سنة، أن العبادة فيها تعدل عبادة 84 سنة. وكثير منا لن يدرك هذا العمر، كثير منا لا يصل إلى 84 سنة، فهي فرصة كبيرة متاحة، منحة ربانية متاحة أمامنا لرفع الدرجات، مصداقا لقوله تعالى:
ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم السابقة فتقاصر أعمار أمته، فعوضه الله بهذه الليلة التي تعدل العبادة فيها 84 سنة. بعد أن تعرفنا على فضائل ليلة القدر، أو لنقل بعضا من فضائل ليلة القدر، نريد الآن أن نتعرف عن بعض ما يندب من الأعمال فيها. فطبعا القيام من الأعمال التي تندب في ليلة القدر، فقد جاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة القدر مظنة لغفران الذنوب، وقد سبق الكلام عن هذا. يستحب كذلك في ليلة القدر الإكثار من الدعاء، ويندب أن يكون بهذه الصيغة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقد جاء في الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي الليالي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والدعاء إجمالا مستحب أن يدعو الإنسان لنفسه، وخاصة قبل الإفطار وأثناء القيام أن يدعو لنفسه ولأهله ولأمته. وكذلك يستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة، الاجتهاد في العبادة. وأنا أقصد بهذه الليلة الليالي العشر كلها. فقد جاء في الحديث الذي روته كذلك أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله. شد المئزر هنا بمعنى الجد في الطاعة على رأي، وبمعنى أنه اعتزل النساء، ويصح الجمع بين المعنيين. إذن الاجتهاد في الطاعة، والطاعة لا تقتصر فقط على الصلاة أو تلاوة القرآن، فكذلك أعمال بر أخرى كالصدقة، ككثرة الاستغفار، كصلة الرحم، إلى آخره من باقي العبادات التي يعلمها الجميع. قد حاولنا إخوتي في هذه الحلقة بإيجاز كبير أن نتعرف على فضائل هذه الليلة، وقد تطرقنا لسبب التسمية، وكذلك لفضلها وما يندب فيها، وأي الليالي من رمضان هي ليلة القدر. وفي الختام لا يسعني أحبتي في الله إلا أن أدعو أن يجمعنا الله في جنته وأن يعتقنا من النار، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى أن يتجدد بنا اللقاء في حلقات أخرى بإذن الله.